ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده بدات كده معاكم الفيديو من اول ما صحيت الصبح. حضرت كده الفطار بتاعي، قلت كده اشرب لي كده كوبايه كده من الشاي وجنبها كام واحده كده من البقسماط. وقلت كده اروح افطر علشان بعد كده ايه هنحضر كده غدا سهل وسريع، وكمان هنعمل حاجة حلوة. اول حاجة كده هنعمل كده حاجة حلوة. عندي كده اي بولة تنزلي بيها بشوية كده من الزيت. حوالي كده يعني ملعقتين كده من الزيت. تقدري تستبدلي الزيت ده بسمنة او زبدة، يعني حسب المتوفر عندك. المادة الدهنية دي براحتك، بس احنا هنعملها بأقل تكلفة وأقل إمكانيات موجود. هتنزلي عليها بنص كوباية كده من السكر. دي كوباية صغيرة اللي هي بتاعت القهوة، أنا عبيتها كده كلها. تقعدي تقلبيهم مع الزيت لحد كده ما تحسيهم كده بدأوا يعني ايه يتخلطوا كده مع بعض. بعد كده انزلي بشوية بحوالي ملعقة من البيكنج باودر. بعد كده ايه قلبيهم وضيفي شوية مية شوية بشوية لحد ما ايه تلاقي السكر كده داب وتفاعل كده كله مع بعضه. بعد كده تعالى نشوف ايه هنضيف ايه تاني مع بعض. اقعدي قلبي قلبي، لو حسيتيها محتاجة مية تاني ضيفي لها يعني كده. بعد كده هستخدم كده كيس البسبوسة ده. دي بسبوسة كده بجوز الهند، بتيجي متخلطة كده جاهزة. بس احنا علينا ان احنا نعمل الحاجات دي، يعني ايه انك انت تحطي السكر والزيت والحاجات وتكوني مجهزة الشربات. انا كنت رفعت الشربات كده على النار بس ما جبتهوش يعني معاكم وكده بس. وقعدت كده اقلب. طبعا اهم حاجة نقلب في اتجاه واحد. الحلويات معروفة ان احنا لازم نقلب لها في اتجاه واحد، ما ينفعش تقلبي في كذا اتجاه. بس بعد كده ايه بقيت بزود كده شوية بشوية من المية لحد ما يعني لقيت القوام بتاعها كويس، ومش حسيت ان هي مش محتاجة حاجة تانية. فبدأت ايه عندي كده صينية عادي كده. طبعا انا بحب اعمل سواء كيكة او بسبوسة، بحب اعمل دايما في الالومنيوم. بتبقى جميلة يعني، بحسها بتطلعها احلى بكتير من الجرانيت والتيفال والكلام ده. بس بعد كده بفرغ كده منها الهواء. بعد كده ايه كنت مسخنه الفرن كده من قبلها. دخلتها كده جوه الفرن. كنت مظبطه النار يعني شغاله كده النار من تحت. وبعد كده اشغل عليها الشوايه لما الاقيها احمرت وكده. ده كان شكلها في النهايه. بعد كده بدات كده اسقيها كده من الشربات. تعرفي ازاي ان البسبوسه بتاعتك ناجحه؟ اول ما تحطي الشربات بتاعك البسبوسه تشربه، تعرفي ان البسبوسه بتاعتك ايه ناجحه جدا. بصوا انا يا دوب بحط الشربات البسبوسه بتشرب الشربات بتاعها على طول. ده دليل ان هي البسبوسه بتاعتي ناجحه جدا. وهنا كانت استكفت كده من الشربات. هسيبها كده تهدى شويه علشان كانت سخنه. هسيبها كده تبرد. بعد كده ايه نبقى نحضر يعني ايه نبقى ناكل منها وكده. تعالوا قلت ايه احضر كده الغدا معاكم. النهارده كده هنعمل غدا سهل وسريع وبسيط جدا، ويعني ايه حاجة كده حلوة كمان. عندي كده كمية من البتنجان. نزلت عليهم كده في الطاسة علشان يتقلوا. كنت حاطة زيت وكده. انا مقطعه البتنجان مش سميك يعني مش ما تقطعوش خفيف قوي، يعني خليه سميك شوية علشان في الوصفة بتاعتنا دي محتاجة ان هو يبقى سميك علشان ما يتهرش معانا لما نضيف عليه الصلصة وكده. النهاردة هنعمل كده مسقعة بالبتنجان. حاجة كده بجد حلوة جدا وبتبقى جميلة يعني وكده. نزلت اول حاجة بشوية كده من الزيت، ونزلت عليهم كده بملعقة كده من الثوم. بعد اول ما تصفر معايا مهم جدا ان احنا نضيف ملعقة كده من الكزبرة احنا بنشوح الثوم. واول ما اصفرت معايا نزلت بالطماطم. دول كيسين كده من الطماطم طلعتهم كنت مخزناهم في الفريزر. وبعد كده نزلت عليهم بالبتنجان. اول ما تسبكوا ده شكلهم في النهاية. بجد كانوا تحفة جدا. بس وده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في لايك وتسيبولي اشتراك. وتسيبولي كده كومنت حلو منكم. اشوفكم في فيديو جديد ويلا مع السلامة.